Hola chicos chicas amigos del taller bienvenidos. وقبل ما ابدا في ناس بتسال يعني ايه التاير. التاير معناها الورشه، وعشان احنا في كورسات تاير اسبانيول بنعتمد على الانشطه التفاعليه ويبقى كل محاضره عباره عن ورشه، فعشان كده اسمها تاير. ده غير الايفنتات اللي بتبقى مع اجانب. خلينا نبدا النهارده، وناس كتير بعتت لي بتقول لي بص بقى انا مش قادر افهم الفرق ما بين desde hace desde hace. ملخبطني جدا وخلاص دماغي هتطق. طب بص يا سيدي، ما تقلقش خالص، احنا هنعمل محاضرات رياضيه مع بعض كده وهنطلع منها فاهمين كل حاجه والفروقات ما بينهم كويس. خلي معاك ورقه وقلم ويلا نبدا. اول حاجه لازم اعرفها هي الجمله بتاعت desde او hace او desde hace في المضارع ولا في الماضي. طيب عشان اريحك من الاول كده، hace اصلا من الكلمات تدل على الماضي الانديفينيدو، فخلاص hace هيبقى معاها الماضي والاثنين التانيين هيبقى معاهم المضارع. الجمله بتاعتهم هتبقى في المضارع. طب تعال نشوف بالتفصيل وهنبدا ب desde. desde وبيجي الجمله بتاعتها في المضارع وبعدها بيجي وقت بدايه الحدث او تاريخ بدايه الحدث. Y el ejemplo عشان نفهم كويس: yo trabajo en el taller español desde 2016. trabajo en el taller español desde 2016. بقى معناها بشتغل في التاير اسبانيول من 2016 وما زلت شغال. كمان اقدر استخدم المضارع المستمر الجيرونديو واقدر اقول estoy trabajando en casa desde las 9 de la mañana. estoy trabajando en casa desde las 9 de la mañana. فكده desde جه بعدها وقت محدد الساعة 9. ودلوقتي نروح على hace. hace وهيبقى الزمن الجملة بتاعتها في الماضي، وبعد hace هيجي فترة زمنية. فترة زمنية سنة 2 3 un año 2 3 años etc. un mes 2 etc. El ejemplo: yo trabajé en Save the Children hace 5 años. trabajé en Save the Children hace 5 años. اشتغلت في Save the Children من 5 سنين وخلاص دلوقتي مش بشتغل في Save the Children. فالحدث في الانديفينيدو في الماضي وانتهى. viajé a Marruecos hace 2 años. viajé a Marruecos hace 2 años. سافرت افتكر معايا بقى عشان نعمل المعادلة الرياضية. desde جملتها كانت في المضارع، جت قبلها الجملة في المضارع. hace جه بعدها فترة زمنية. طب تعالى كده نشوف بقى desde hace. desde كان بيجي قبلها الجملة في المضارع، فهتاخد الجملة بتاعتها في المضارع. بعد كده hace بعدها فترة زمنية، فدesde hace هيبقى بعدها فترة زمنية. يبقى desde hace قبلها جملتها في المضارع وبعدها فترة زمنية، وبتعبر عن حاجة استمرت لطول الوقت ده وما زالت مستمرة. فهقول yo trabajo en el taller español desde hace 4 años. yo trabajo en el taller español desde hace 4 años. اللي هي نفس الجملة اللي قلتها قبل كده: yo trabajo en el taller español desde 2016. desde 2016 واحنا ahora estamos en 2020. تعالوا نرجع بسرعة بقى على اللي قلناه كده. يبقى desde بتيجي معاها جملة مضارع، جملة مضارع وبعدها وقت بداية الفعل. hace جملة بتاعتها في الماضي وبيجي بعدها فترة زمنية اللي هي الفترة اللي أنا كنت بعمل فيها الحاجة دي زمان. desde hace جملتها مضارع برضو وبيجي بعدها فترة زمنية، الفترة اللي أنا مستمر بعمل فيها الحدث ده. تمام. أتمنى يكون الفرق ما بين الثلاثة واضح، وإن شاء الله يكون سهل عليكم إن أنتوا تطبقوه. لو زي ما كل الناس بتقول، لو عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى، شير، سبسكرايب، اعزم صحابك، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فروقات تانية. تشاو.